عشان نفهم ونعرف ونبقى داخلين على ميه بيضة، اللي يتسألوا اهل بيتك مش اي حد تاني. اصل ببساطه كده، لو كل الناس بتقول عليك او عليكي فظيعه وما حصلتيش وطيبه وجدعه ودمك خفيف وصاحبه صاحبك وكل الكلام الحلو اللي بيتقال على بني ادمين، بس اهل البيت وعلاقتهم بيكي بتقول حاجه تانية. يعني ما ينفعش ابدا تفوت تعليق او كلمه اتقالت في عزومه او خروجه. طول الوقت اهل البيت هم اللي عارفين الصفات الحقيقيه، هم اللي عارفين المعادن الاصيله، هم اللي عارفين مستوى النرفزه، مستوى الطيبه ومستوى الرحمه، هم اللي فاهمين عنك الحاجات اللي ممكن ما تكشفهاش للغرب ابدا. عشان كده بصراحه لو اقدر اقول حاجه لاي حد لسه على البر ولسه بيتعرف، انك ما تفوتش ابدا كل التفاصيل اللي اهل البيت بيوضحوها. سيبك بقى ان في مستوى تاني ليه علاقه بطبيعه البيت وشكل علاقات الاسره بينهم وبين بعض، دي حاجات مهمه ما ينفعش ابدا نعديها. بس الاهم دايما واللي اقصده من الفيديو ده، اسمع الاخوات والاب والام بيقولوا ايه على الشخص اللي انت اخترته يكون شريك في حياتك. حتى لو الكلام اتقال في وسط الهزار، حتى لو اتقال لك كده في مره معلش بقى ما انت لازم تستحمل نرفزتها، معلش بقى ما انت لازم تستحملي هو خلقه ضيق، الكلام ده تاخده وتركز فيه كده، ما تاخدوش وتسيبه ابدا كده يتلاشى مع الايام، تركز فيه. ويا سلام بقى لو الخناقات والمشاكل ما بيننا بان فيها ان الصفات اللي اتقالت واحنا قاعدين بناكل محشي وبط كانت صفات حقيقيه، التوصيف اللي اتقال عليك في العزومه هو فعلا بيتم تفعيله في اي مشكله ما بيننا. معرفش بقى الكلام ده دلوقتي ممكن حد يتفق معاه، حد تاني لا، حد يحس انه فعلا الكلام اللي اتقال واترمى كده في الاول عن الشخص اللي بقى في حياته دلوقتي هو كان كلام حقيقي جدا. فممكن الحد ده يدخل كده في الكومنتات يقول لنا فعلا ده حصل والواحد كان غلطان انه فوت الحاجات دي، او ممكن حد عنده قصه تانيه، راي تاني، فيهمني جدا اعرف رايكم في الكومنتات.